هذه اللقطات وكانت الأروع في قلوب الأطفال. لذلك اليوم معنا من هم موجودين من خلال طيور الجنة وتأسيس هذه الفرقة وكيف كانت والأمور اللي كلها راح نتعرف عليها عن طيور الجنة. أيضا أستاذ إبراهيم، لو نقول أن الكثير من الأطفال تعلقوا بطيور الجنة. نعم. كم عمر الفرقة إلى الآن؟ بداية أمس عليك يا أخت إيمان وعلى كل مشاهدين قناة الوطن، وكل عام وأنتم بخير، كل عام والكويت دائما بخير، أيامها أعياد سعيدة إن شاء الله. وياكم يا رب. طيور الجنة يعني كعادة أي فرقة تبدأ فرقة صغيرة، هي بدأت من عام 1993 لكن نعم. كقناة فضائية تبث على الشاشة من 25/1/2008 اللي صحت الأطفال الفجر ماما قوم يحطوا لي طيور الجنة. فاحنا الآن يعني عدينا السنة الرابعة وبدأنا السنة الخامسة الحمد لله، لكن طفلنا طلع مميز، في أطفال يطلعوا مميزين من أول يوم. صح. وطيور الجنة كانت الطفل المميز والمدلل عند المشاهد العربي بالنسبة لقنوات الأطفال، فهي 5 سنوات الآن. إن شاء الله موفقين إن شاء الله يا رب. لو نتكلم عن أكبر عضو في هذه المجموعة وأصغر. فعمو خالد هو مؤسس الفرقة أصلا وهو صاحب القناة، بنوجه له تحية طبعا. أكيد. وأصغر عضو عندنا اللي هم يعني إحنا أطفالنا كلهم بيدخلوا أعضاء في الفرقة. مايا فآخر شيء حاليا مايا ظهرت على الشاشة اللي هي بنتي الصغيرة. يا حياتي خليها لك يا رب. الله يخليك يا رب. حتى أنا طلعتها أمس معي في الحفلة. أعتقد فيها 3 سنوات أو سنتين. لا مايا عمرها سنة، أقل من سنة، عمرها 9 شهور. طلعتها معي بأغنية، يعني في أغنية في الحفلة أمس، وهي أصلا يعني لها أغنية على الشاشة وكمان في لها أغاني جديدة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب الحين لو نقول كيفية التغيير اللي صار السنة اللي فاتت عن هالسنة، شنو لقيتوه غير في المهرجان؟ تمام. احنا هذه السنة الثالثة على التوالي اللي نشارك فيها في ليالي فبراير. في شيء عامل مشترك بالثلاث سنوات اللي هو تفاعل الجمهور معانا، وخصوصا في دولة الكويت تفاعل مميز على مستوى الوطن العربي كامل. نعم. في جماهير طبعا مثل شلون الذهب والالماس، في يعني لكن في هذا له جمهور وهذا له جمهور، هذا له ناس وهذا له ناس. صح. الكويت بصراحة تفاعلها جدا رائع. الشيء المميز الاقبال الجماهيري كل عام، يعني احنا كل سنة نتواصل مع إدارة المهرجان عندكم في ليالي فبراير، بخبرونا بعد نزول الاعلان ب 24 ساعة التذاكر فل. تماما ما شاء الله. فهذا الشيء المميز في هذه السنة وصلة عملناها كاملة، كانت لمدة 11 دقيقة. السنوات الماضية جبنا من التراث، استطاعت الفرقة أنها تذكر الناس بالتراث، لكن هذه السنة جبنا وصلة 11 دقيقة كلهم يشوفوها بإذن الله، يعني لأهلنا وحبايبنا في دولة الكويت. حتى كان تميز فيها إبراهيم، يعني أنه حتى مع أنها ألحان جديدة وكلمات جديدة لكنها من وحي التراث الكويتي كان. حتى تميزت احنا بلباسنا اول مره نلبس الزي التراثي الكويتي. صح. وطلعنا فيه على المسرح، فبرضه كان هذا شيء جديد. صحيح. ومميز وحبوه الجمهور والاطفال. في تدريب خاص للفقرات هذه قبل الظهور على المسرح؟ طبعا ما احنا اختي ايمان بنأديها اول شيء، بنربطها وبنرتبها امورها كلها في الاستوديو، الفريق كله بيجتمع، بنرتب شلون كيف بده يكون ظهورنا على المسرح، طريقه ترتيب ظهورنا، طريقه الغناء كيف بده يكون الغناء، يعني حتى اللهجه والاكسنت هاي كلياتها بندرسها وراجعين اكيد وانتم مشاهدينا بعد اكيد راح اضيفكم اشياء وايد في الحلقه اليوم لان عندنا ضيوف جدا رائعين. تابعوا. لكن يقول استاذ ابراهيم ان خذيتوا الاغاني التراثيه. صح. خذيتوا الاغاني التراثيه ومن خلالها يمكن انا اللي عجبتني بصراحه من بين الاغاني كلها حلوه، لكن اللي شدت اذني هيلا يا رمانه. يعني احنا متعودين عليها في التراث الكويتي كنا نغنيها، لكن الحين تطورت أصبحت لطيور الجنة بأسلوب خاص. صحيح. فشلون الطريقة هاي؟ التراثية بنقولبها للطفل بصورة جديدة حتى يتقبلها. بتعرف الطفل الأيام هاي يعني بده تكون الأغنية وطريقة التقديم مختلفة شوي، لأنه الطفل الأيام هاي صار متطور وصار يشوف وصار يسمع وصار يعني يتابع حتى آخر الأخبار وآخر الأشياء كلها.
لازم انت توصل للطفل الحالي، بدك توصله اياها بالطريقه اللي هو يستقبلها وهو يفهمها. فلابد من التوجيه يختلف، من اضافه الاصوات المختلفه، من طريقه حتى الميكس وحتى التقنيات هاي الجديده لما تفوت في الاغنيه تطلع بالقالب الجديد، حتى طريقه التصوير، طريقه التغطيه في المونتاج، كلها تفرق بحيث انه الطفل يحبها ويصير يرغبها ودائما يحب يشوفها. انا رايي بعد اذنك نسمع. اتكلم انه عن السمع لازم نسمع منه هيلا يا كويت. هيلا الكويت. لا الكويت. طبعا انا لانه من مواليد اصلا الكويت، فيعني في عندي يعني هيك حب خاص بصراحه للكويت، وطريقه الغناء الكويتي، وحتى بسموه الايقاع الهيوة اللي هو يعني الايقاع الكويتي، يعني خلينا نحكي كمان. فعملنا اغنيه انا لحنتها، غنيتها كمان في المهرجان امس. هيلا 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 يا كويت، هيلا 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 يا كويت، هيلا هيلا يا كويت، هيلا 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 يا كويت، يا نجمة بحرية يا هولو يا هي، يا جنة بالدنيا كل الغلا يا كويت، يا نجمة بحرية يا هولو يا هي، يا جنة بالدنيا كل الغلا يا كويت، هيلا 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 يا كويت، يا وردة ما تذبل يا ذكرى ما ترحل، يا أجمل وأجمل على مدى الأعوام، يا ذكرى ما ترحل يا أجمل وأجمل، يا ذكرى ما ترحل على مدى الأعوام، كل الحلال كويت كل الحلال كويت، يا نجمة بحرية يا هولو يا هي، يا جنة بالدنيا كل الغلا يا كويت، ويا نجمة بحرية يا هولو يا هي، يا جنة بالدنيا كل الغلا يا كويت. الله يعطيكم الف عافيه بصراحه. بس انا اقول ان المسرح فيه رهبه، صح؟ اي طبعا صح. يعني مواجهه الناس والجمهور فيها أكيد. رهبه. نعم. يعني شلون تتغلبون على هذا السؤال ممكن يكون برضه بدقه اكثر، الاطفال شلون يتغلبوا على هذا اللي راح اوريهم اياه بالتقرير الحين. خلينا نشوف هذا التقرير ونجاوب بعد التقرير. وبعد التقرير نجاوب. يلا